سي فغي عودة للجمعية اللي تربيت وعشت فيها، وعودة حكمت عليها عدد من الظروف اللي مر بها النادي الافريقي. دونك من واجبي انا كلاعب قديم في الافريقي كمدرب كذلك يعني مدير المساعدة لقيت الدعوة من رئيس النادي، لبيت نداء الواجب، وان شاء الله نكون في المستوى ونعطي الاضافة للجمعية اللي تربينا فيها وتعلمنا فيها برشا حاجات. كيفاش تشخص الوضعية الحالية للنادي يعني بصفة عامة؟ كيفاش تعتبر وضع النادي خاصة بعد الديسيبسيون نتاع الكوب؟ في الوقت الراهن النادي الافريقي نعتبر انه عنده مجموعة متكاملة، عنده رصيد بشري متوفر ومتنوع. سي فري كو فما بعض النقائص لكن الانسان ما يلزمش يزرب بشوية بشوية. عنده اطار فني قاعد يخدم على روحه، اطار فني كفء عندنا ثقة فيه. كل مومون فما حتى تغييرات، بالعكس باش ندعموا الفريق وباش نقفوا معاه ونحيطوا به اكثر ما يمكن، ونتمنى ان البدايه تكون طيبه على مستوى النتائج في البطوله. ثم بعد شويه بشويه باش تكون عمليه التشخيص. ما نحبش نزرب في اخذ القرارات، ما نحبش نزرب في الانتدابات، نحب ناخذ وقتي، ونحب الانتدابات اللي مش تصير ان شاء الله تكون في بقعتها تعطي اضافه. رئيس النادي كالعاده واقف معنا ومش يدعم على المستوى المادي، على عكس ما راج وقال. بالعكس رئيس النادي واقف مع الجمعيه ومازال مش يعطي ومازال مش يقدم المساعده الماديه، ولكن انا من ناحيه فنيه نحب ناخذ القرار نتاعي عن تروي ونحب شويه بشويه، ما نحبش نزرب. سمير، نفهموا من الكلام هذا يعني اتفقتوا على خطه عمل مع سليم رياحي، وخاصه انه الميركاتو باش يوفى معناها ما عادش برشا، دونك ممكن الايامات هذه باش تكون حاسمه في النادي الافريقي من حيث الانتدابات. توتافي احنا ما نجربوش. بالنسبه لنا احنا الرصيد البشري المتوفر قادر انه يلبي لنا الطلبات نتاعنا على مستوى النتائج، وينجم يمشي بينا في نتائج ايجابيه. اذا كان رينا انه من المصلحه الافريقي باش نقوموا بانتداب ولا زوج، علاش لا؟ ولكن كذلك انا بالنسبه لي انا عندي مسؤوليه كبيره قدام جماهير النادي الافريقي، قدام الاداره، قدام الرئيس. ما نجمش نشري عدد من اللاعبين ومن بعد ما ينجحوش. اذا كان قمت بانتداب وكون مؤكد أن يكون بحول الله ناجح في إضافة، وبالتالي في حاجة للوقت، في حاجة أني زاد نحكي مع الإطار الفني، في حاجة أني نشوف النقائص بالضبط وبالتالي مانيش مزروب. وهذا التمشي موافقني عليه رئيس النادي، وبالتالي الرصيد البشري المتوفر قادر على الوصول بنا ان شاء الله الى بر الامان كمرحله اولى، في انتظار انه هناك مش تكون هناك تغييرات. المؤكد انه مش تكون هناك تغييرات كبيره على مستوى البرمجه، على مستوى الانتدابات، على مستوى الهيكله. هذا كله ان شاء الله باش يتوضح في الايام القليله القادمه بحول الله. سي سمير، برشا من جماهير النادي الافريقي الطالب ممكن سي سمير انه خاصة يعزز وسط الميدان والهجوم، تمشي في التوجه هذا اكثر؟ اللي نوعد به جمهور النادي الافريقي انه المستقبل القريب ان شاء الله باش يكون باش يشاهد فريق قادر على الوصول به الى الطموحات اللي يحبها. جمهور النادي الافريقي تعب برشا، جمهور النادي الافريقي اصبر برشا، جمهور النادي الافريقي يحب يشوف الفريق نتاعو فوق مرافقه التتويج، وهذا مطمح جماعي بالنسبه لنا. نوعد به انه بحول الله الفريق باش يتحسن، باش يتطور، باش يشوفوا ملاعبيه جدد، باش يشوفوا فرص جديده، وباش يشوفوا كذلك سياسه وانضباط وحب الجمعيه. وبالتالي نتمنى من كل قلبي ان نرجع الفرحه ونساهم ربما في عوده الجماهير وعوده فرحه الجمهور هذايا. وبالتالي ما نحبش نقوم بخطوات متسرعه، بالعكس عندي الوقت. رئيس النادي اعطاني كل الصلاحيات الفنيه، جودي بيان الفنيه باش نعطي الاضافه، ولكن كذلك اعطاني الوقت قال ما تزربش، خذ وقتك وشوف شنو يلزمنا نعملوه على المستوى الفني. وبالتالي ان شاء الله الامور تمشي لاباس ان شاء الله، واحده واحده ريد فريد. اللي نوعد فيه الجمهور كذلك انه في القريب العاجل باش يشوفوا الجمعيه تلعب كره وتشرف المريول تاع النادي الافريقي لا اكثر ولا اقل. ثم اهداف معينه من العقد كونترا اوبجيكتيف مع سليم رياحي بالنسبه لسمير سليمي، ولا بصفه عامه نجاح النادي الافريقي بلاش اهداف محدده؟ لا بطبيعه الحال لازم تكون فما اهداف. انا العقد توا كان فيك ما زلت ما عملتش عقد، لكن عقد مع رئيس النادي هو عقد كلمه، وكلمتي انا اقوى بالنسبه لي انا التزام اقوى من العقود الكتابيه. فهمت؟ لي ديتاي تنحكيو فيهم مع رئيس النادي اللي سافر البارح، دونك تنحكيو فيهم، ولكن بالنسبه لي انا نخدم في النادي الافريقي، بتخدم في فريق كبير، عندك طموحات، يلزمك نتائج، يلزم تحقق طموحات الجمهور نتاعك والاداره نتاعك. وبالتالي ده واضح انه النادي الافريقي هذايا الفريق هذايا
يلزم يكون في القريب العاجل فوق منصات التتويج. هذا مما لا شك ولا اختلاف فيه. ونبدلوا طريقه العمل نتاعنا وفكرني فما كان خير. سامي السليمي وحده ما نجمش ينجح بطبيعه الحال، يلزم الجديدين الكل نمدوها نتعاونوا كإطار فني نتاع الفريق كملاعبية كإدارة كجمهور وكإدارة فنية كذلك باش نكونوا في المستوى. أنا ما نجمش وحدي ننجح، ولكن بالمجموعة كي نعملوا منظومة عمل جديدة كي نحطوا مصلحة الفريق فوق كل اعتبار، بحول الله نوصلوا قدام.